وهنا بقى يجي دور الكرييترز. ماشي، احنا معانا مثلا الراوند اللي قبل اللي فاتت كان معانا فاطمه اشرف. فاطمه عملت ايه؟ عملت فيجما بلجن بتحل هذه المشاكل. ماشي، فيجما بلجن دي اسمها فيجمنتيشن اهي، بقت مشهوره البلجن دي على فكره. خلاص، بص البلجن ركزت هي ايه، خدت اهم واكبر مشكله تقابلنا، وهي ان الكلام ده عايزين يطلع بالكامل كيس ولا عايزين يطلع بالكباب كيس ولا بالسناك كيس. شايفين كل واحده من دول مكتوبه بطريقه كلام مختلفه؟ شايفين الحاجات المتعارف عليها اللي الديفلوبر عايزها. خلاص، وبناء عليها انت لما بتختار الستايل بتاع الكتابه اللي الديفلوبر عايزه، عامله لك هنا كمان هاو تو يوز ومش عارف ايه. خلاص، وبتروح تمسك الكومبوننت. افتكر يعني لو انا مش غلطان، تروح تمسك الماستر كومبوننت وتقول له انوتيت. تقريبا لازم امسك نسخه منه هنا كده وتقول له انوتيت. بص عملت ايه، عملت هنا حاجه. هو بص ده محتاج انه يتعمل له هاج. ماشي، بص كده، قالت لك ده ايه يا معلم، ده اسمه باتن. خدت الاسم، حطت الديت، قالت لك الرول بتاعه ده برايمري. الكالرز عندك الباك جراوند كلر ده بتاعها. طبعا الكلام ده طلع بالشكل ده عشان احنا مختارين ايه، كامل كيس. خلاص، البوردر كلر هكذا، فتكت زرار. وصلت؟ طبعا فاطمه مش هتعرف تعمل الكلام ده، او مش هتفكر في هذه التول لغايه لما تكون مرت بالتشالنج ان لازم نعمل كوميونيكيشن مع الديفلوبرز، فنكتشف ان في انواع معينه من طريقه الكلام. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم نجرب نعمل ديكوديشن بايدينا فنعرف فين الاخطاء اللي بنغلطها. رقم تلاتة، ما هو الفرق ما بين طريقه الكلام دي وفيجما؟ ان فيجما بيحط سلاش سلاش سلاش، صح؟ ان فيجما انا ممكن اكون كاتب كابيتال وممكن اكون كاتب سمول. احنا لازم نتغاضى عن هذه الستايل بتاع الكلام لما نيجي نخلي بلجن تحوله لنا، صح؟ فلما تيجي تشوف مثلا كلر برايمري، هل كلمه كلر دي سمول وبرايمري دي البي كانت كابيتال عندنا في فيجما؟ هل فعلا كده؟ ادي الكلر ادي برايمري، البرايمري سمول اهي، البي سمول، صح؟ اعاد الفورمات بتاع الكلام بناء على اللي الديفلوبر عايزه. وهكذا لو انت جيت تقول لا ده الديفلوبر عايز الباترن ده، تعال نقول مثلا وليكن ده السكندري باترن، بس مثلا يعني مثلا، بس مش عايزينه مثلا بالكباب كيس، مفيش اي حاجه كابيتال خالص وفي داش في النص. هنعمل انوتيشن، هنلاقي حضرتك ان، ماشي، جابت لك هنا قالت لك ده الباترن الرول سكندري، وقالت لك هنا بص شايف طريقه الكلام دي مختلفه تماما عن طريقه الكلام دي. شايفين ده ازاي؟ شايفين ده ازاي؟ وهكذا. برضو فاطمه عرفت ان لا احنا محتاجين نطلع كل البروبرتيز، سواء كولرز سواء باك جراوند او بوردر او تكست. ماشي، هنا مطلع البوردر ريدس والبوردر ويدث، مطلع السبيسنج وفصلهم. دي حاجه مهمه لان احيانا ممكن يبقى السبيسنج مختلف في كومبوننت معين. اعتقد ده التكست بتاع الباتن لان ده الكولر بتاعه، وهنا التايبوجرافي. بس تقريبا هنا باتن افتكر علشان اللايرز بتاعنا. اللايرز خلينا ابص هنا كده، ده الباتن وده اللاير، تكست لاير دي اسمها باتن. لو التكست لاير دي اسمها مثلا ليبل او تكست، خليها ليبل. ماشي، تعال تستو هنا. م? هنا اهو المفروض هتلاقي باتن ليبل. يا سلام. فطبعا نرجع لاهميه ايه السيشن اللي فاتت لما اتكلمنا النيمنج بتاع اللايرز. هتستخدم حاجه تساعدك جوه في بقى، لازم تكون عامل رينيم لللايرز عشان تسهل عليك بشكل كبير. خلاص. محمد اشرف كان بيسالني بيقول لي يا اسامه انت قلت قبل كده ان انت بتعلم الشباب عندكم ازاي تعمل بلوج. انا عمري ما علمت حد ازاي يعمل بلوج، انا ما عنديش الاكسبيرينس اني اعلم حد ازاي يعمل بلوج. لكن ليه في تقريبا 4 أو 5 عملوا بلجنز او عملوا تولز من الطلاب اللي كانوا معانا في الكامبس اللي قبل كده. لما بيحط ايده على المشكله وبيعرف ايه الاوت بوت الغلط وايه الاوت بوت الصح اللي المفروض نوصل له، ويفهم التول دي بتشتغل ازاي ويفهم التول دي بتشتغل ازاي، فيعرف يطلع حاجه تحل هذه المشكله. وهتتفاجئوا بكميه التولز اللي احنا هنستخدمها احنا اللي عاملاها. فانا هدي المايك لفاطمه بان هي معانا، ماشي، دقيقتين تدلو بدلوها ونشجعها طبعا، ايه نشكرها. اتفضلي يا فاطمه. مساء الخير يا شباب. هو انا بالنسبه لي البلجن دي عشان انا كنت شايفه ان جزئيه الدوكيومنتيشن بتاخد وقت كتير، ويست يعني انا بويست ماي تايم في حاجه انا ممكن الخص الوقت. ف لما خلينا طريقه الدوكيومنتيشن صح
وبعدين حطيت الاكزامبل اللي هو الفيجوال يو اي هيبقى شكله ازاي. دخلت على كلود كود قبل ما يعني كان ياخد الضجه اللي هو فيه دلوقتي. وقعدت ظبطت الكود بتاعه وعملت جافا سكريبت عشان انا ليا ناس تفهم فيه وانا بتفهم فيه شويه وبس، وظبطته ورفعته. كان في كام ايشو كده كنت بدخل اسال مثلا شات جي بي تي او كلود نفسه وبس يعني. طيب شكرا. ايه بقى الحاجه اللي انت شايفه ان هي ممكن تتحسن في هذه البلجن؟ هو انا حاليا اصلا بدات ابني بلان بتاعت الفيجن 2 ان الحاجه تبقى على طول هاب، بدل ما انت تروح تشتغل اب جديد. بس ان انا عايزه اخلي تبقى دوكيمنت الكذا كومبوننت في مره واحده، بدل لان الناس بتعمل ايرور في الحته دي، وعايزاها تبقى يعني منسقه اكتر. شكل الفيجوال لسه بحس انه كنت لسه اصلا قاعده ببني في بلان فيرجن 2. طيب انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا هتفرق قوي في البلجن دي، عارفه ايه؟ ان احنا نخلي الدوكيومنتيشن اوتو ابديتد. ازاي بقى تعمليها؟ انا ما اعرفش. يعني انا دلوقتي انا غيرت اسم الفاريبل فهي اوتوماتيك هنا تتغير. مليون في المية هتلاقي لها حل، بس هل سهل ولا صعب؟ لان ده هيحل مشكله ان احنا مش محتاجين نروح نجنريت الدوكيومنتيشن تاني لو عدينا في اسامي الفاريبل. خد بالكم ان احنا هنا مفيش اي فاليوز، لو لاحظت هنا مفيش فاليوز. دي دوكيومنتيشن بتهاند اوف الفاريبلز لمين؟ للديفلوبر. اللي عايز يستخدم البلجن يستخدمها، بس انا النهارده في المثال بتاع النهارده هطبق لك على الدوكيومنتيشن اللي احنا عملناها عشان هتبين لنا مشاكل. شكرا طبعا جدا يا فاطمه جدا.